مباشرة إلى ملعب فاركو وهو استاد الإسكندرية. المراسل محمد صلاح وصديقي عبد الحاوي كان موجودان، ومعهما المحترم المعلق الأشقر عمرو عبد الرحمن، وتصوير عبد الحاوي. و2-1 لفاركو. الكابتن علاء نوح يغرد على حساب غزل كفر الدوار بفوز ثاني على التوالي يقفز به في الجدول. إمكانية لليمين مرة تانية، ومحاولة اللاعب العرضية يحضرها للمنطقة الأمامية، والكرة عرضية خطيرة. الهدف الأول يأتي لفاركو من أقصى اليمين قريبة للدفاع، ولكن الإصرار. يتقدم خليل، يا خليل، وفرصة الصاوي حاول، والتعادل للصاوي، التعادل نوح. عفوا، رابع الإنذارات في المباراة. كرة أقصى اليمين عرضية، كرة خطيرة، كرتاري. الله الحمد لله رب العالمين. 3 بونت مهمين جدا، احنا كنا بنسعى ليهم ونتمرن كويس الاسبوع اللي فات عشان نحققهم. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. طمنا على حضرتك. والله الحمد لله تمام. انا كنت مصاب، اتصبت قبل الدوري بحوالي 3 اسابيع، وكان عندي اصابه في عضلات بطن السفلى وكده، والحمد لله ربنا كرمني ورجعت بقى لي 3 اسابيع اهو. وواحد الحمد لله بيجتهد وبيحاول عشان يخش ويلحق الفرق تاني. الحمد لله رب العالمين، وقدر الله ما شاء فعل. اللعيبه بقى لنا حوالي 3 مباريات ان الهدف بيخش فينا في الدقيقه ديت، في الدقيقه 45 او في الدقيقه 48. ده عدم تركيز من اللعيبه في اخر ربع ساعه، ده عدم تركيز من اللعيبه. لكن بقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنعمله ايه بس؟ واحنا ما بنخسرش كوره على فكره. هي في حاجه في النفوس مش كويسه، يا فينا احنا كجهاز يا في اللعيبه. وان شاء الله بامر الله ان شاء الله الاسبوع ده نقعدوا مع اللعيبه ونقعدوا مع الجهاز ونشوف الوضع ايه، لان الفرقه كده بتسوق النتائج، الوضع بقى مش كويس في الجدول. كفر الدوار انا شايف ان هو صراحه قدم مباراه كويسه وعمل اللي عليه، وانت عارف برضك ان فرقه فاركو معاها جهاز فني محترم وجهاز فني قوي، والحمد لله يعني ربنا وفقنا في اخر المباراه. الحمد لله ادينا، وكل المباريات كده بنأدي بنفس الشكل وبنفس والاجوان اللي بتروح. اديك شفت الكره في بطن العارضه بدل ما تخش جون بتطلع، وكره ميته بتخش فينا جون. الحمد لله كل المباراه بنأديها كده، بس في عدم توفيق غريب يعني، مش عارف يعني. فالحمد لله يعني ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. شعور حضرتك وانت على الدكه والكره بتاعت احمد نوح لما ارتطمت بالقائم، ايه الشعور بالظبط؟ الجمهور عايز يعرف ايه اللي حصل. والله انا اتعودت اصلا، دي مش اول مره وكده، فانا اتعودت على الكلام ده. فالحمد لله يعني. وبعدين اللي بيشتغل في الكوره لازم يبقى قلبه جامد ومتوقع الحاجات ديت. فالحمد لله دي كوره يعني، وكوره مكسب وخساره، والحمد لله احنا ادينا وعملنا اللي علينا. طبعا كفر دوار في المحاضره قبل الماتش كان الكلام اللي اتقال ان احنا عايزين 3 نقط، ما كانش 3 نقط يبقى في نقطه التعادل. وهم احنا شفنا كله، هم كفر دوار لعبت على كده، لعبت مدافعه، ولكن جات لهم فرصتين، كره في القائم لاحمد نوح وبتاع، ولكن هي دي الكوره. فريق فاركو كان ضاغط الفريق كفر دوار لاخر دقيقه. اقول ان فاركو كان افضل في الشوط الاول، والشوط الثاني هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان اقرب للوصول للمرمى، هو اللي كان اقرب للتسجيل. وغزل كفر الدوار كان له محاولات وكان له هجمات معدوده، لكن في النهايه الكره جوال وفاركو سيطر وكان هو صاحب بالنتيجه. بس غزل كفر الدوار كان ند بند وضيع هجمات كتيره، منها كره في القائم. نعم هي بعض الهجمات يعني. في الشوط الاول كان الاداء متوازن، في الشوط الثاني بدا فاركو مسيطر اكتر. من داخل استاد اسكندريه الدولي نقلنا لكم مباراه فاركو وغزل كفر الدوار التي انتهت بفوز فاركو 2-1 على غزل كفر الدوار. كان معكم عبد البرنس الحاوي، قناه القاهره، التلفزيون المصري، برنامج كوره بلدنا.